في بيوت زمان وخصوصا في مجتمعاتنا العربية كان في زجاجة صغيرة بتوقف بكاء أي طفل خلال دقائق. الأمهات كانوا سموها بماء غريب. إذا الطفل بكى أو عنده مغص أو حتى مش قادر ينام، قطرات صغيرة من هذا الدواء الطفل بهدى فورا وحتى بصير يتبسم. الناس كانت تحلف فيه إنه هذا دواء سحري، بس الحقيقة يلي انكشفت كانت مرعبة. ماء غريب هذا الدواء السحري كان بيحتوي على كحول الإيثانول، نفس المادة اللي موجودة في علب الخمر. لهذا السبب الطفل كان يهدأ مش لأنه ارتاح بل لأنه كان متخدر. يعني طفلك ما كان يتبسم لأنه شاف الملائكة، ابنك كان سكران يا حجة. الرضيع كان يتعرض لتأثير كحولي وهو عمره أيام. كمية الكحول في هذا الدواء كان ممكن تأذي شخص بالغ لسه مش رضيع. لا الأم كانت تعرف ولا الأب حتى يشك. واليوم بعد كل هذه التقارير يلي طلعوا، الشركة غيرت التركيبة وصار يباع خالي من الكحول بعد ما شربوه نص أطفال الأمة العربية.